سلام البنات، ان شاء الله الفيديو نتاعي هذا يلقاكم بخير وعلى خير. شوفوا اليوم جبت لكم هذا الخبز ساهل ماهل خفيف ظريف بنة. خبي الوصفة في عينيك، رايحة تحتاجيها في شهر رمضان بإذن الله، وخاصة المبتدئات اللي رايحة نبدأ معاهم رحلة تاع الوصفات السهلة. إذا عجبكم يلا معانا نشوفوا الطريقة والمقادير بالتفصيل. طلعوا ما تنساوش تحتفظوا بالوصفة رايحين تلقاوها بإذن الله. نروحوا نشوفوا المقادير مع بعضنا. بسم الله. عندنا 4 كيسان تاع فرينة، كاس تاع حليب تياد، نص كاس تاع ماء تياد، ربع كاس تاع زيت، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة، ومغرفة صغيرة تاع الملح. نديرو في سالادي الماء والحليب نتاعنا اللي هما كاس وكاس ونص، كاس ونص كاس عفوا، مع مغرفة الخميرة، مغرفة السكر والفرينة كاس واحد، ونخليهم يرتاحوا. نخلطهم هكا ونخليهم يرتاحوا 10 دقائق. في الوقت هذا نتيا روحي اقضي اي حاجة وخليها راها ترتاح براحتها. نرجعوا ليها بعد 10 دقائق، نضيفوا ربع الكاس تاع الزيت نتاعنا مع الكيسان تاع الفرينة اللي قعدوا 3، ومغرفة صغيرة نتاع الملح، ونخلطوهم مليح. هنا سيداتي ما كي رايحة تعجني، ما كي رايحة تدلكي، ما تحتاجي باتور ني بيترا ني والو، ماكش حتكسري راسك معاه نهائي، غير تلمي العجينة نتاعك وتغطيها وتخليها ترتاح. كيما راكي تشوفي هذا هو الشكل تاع العجينة. نعاودو نغطيو عليها ونخليوها تريح ساعة. فهاديك الساعة نتيا روحي ديري الشوربة تاعك البوراك واش رايحة توجدي، راه عندك الوقت. ترجعي ليه ديغازي العجينة نتاعنا، نفرشوا البلان دو طرافاي بشوية تاع فرينة، نهبطوا العجينة نتاعنا كيما راكي تشوفي. راهو كلش واضح في الفيديو، يعني المبتدئات رايحين كيتبعوا الوصفة خطوة بخطوة باش رايحين يغلبوا. هنايا نكوبي العجينة نتاعي، نقطعها جاتني الله يبارك 5 خبيزات 5 باغيت، نكوروهم كيما هكا ونخليهم يريحوا غير 10 دقائق باه كي نعودو نقرصو فيهم يعطيونا الطوع. نبداو نشكلوا الخبيزات تاعنا كيما راكي تشوفي. روحي غير بالعقل، ما تكثريش الفرينه غير لا شفتيها فريمون تلصق. نحلو العجينه مليح تاعنا كيما راكي تشوفي، ونبداو نشكلو الروليو العجينه ونقرصو عليها الروليو ونقرصو حتى نكملو الباغيت نتاعنا. وصدقيني بنتي ولا اختي ولا هذه الوصفه راح تساعدكم، ورايحين تحتاجوها، ورايحين يدعيو لكم في الدار بالخير، لأنها تمشي مع قهوة حليب في السحور مع الشربة، أي حاجة تقدري تقدميها معاها. هنايا نبداو نستفوهم في البلاطو تاعنا ونعدلوهم شوية. بعد ما نكمل لي باغيت نتاوعي، نجيبو بيضة مع شوية تاع لافاني نخلطوهم مليح، نباديجونيو الخبز نتاعنا، والتزيين يبقى اختياري. أنا كنت زينت بالسانوج وعندي واحد المزيج تاع الزريعة زرارع زينت بيهم. تكوني سيدتي مشعلة الفور على 220 درجة، وتحطي إناء ديري فيه الماء وتحطيه من تحت في القاع تاع الفور، بيسك حنايا نديرو الشباك في النص والبلاطو تاعنا راح يكون في النص. انتي من تحت ديري هذاك باه يدير لك هذيك لا فابور في الفور، والخبز تاعك ما راحش يبس ويجي اللون تاعو مليح. هذه هي النصائح اللي نقدر نعطيها لكم خاصة على الخبز. هذا كان التزيين تاعنا، وما بقى لنا غير نخليهم نغطيوهم ونخليهم يزيدوا يطلعوا شوية ويخمروا شوية واحد ربع ساعة 20 دقيقة، وندخلوهم للفرن كما راكي تشوفي. هنا تحبي تشلطيهم هكا باه يجيك شكل ولا كيما حبيتي تقدري تستغناي. انا ما درتهمش كامل. هذا الماء اللي راح نحطوه، وكانت هذه هي النتيجة النهائية. إذا بنتي ولا أختي ولا سيدتي
إذا عجبكم لي فيديو تاوعي راني رايحة ندير سلسلة للمبتدئات. إذا حبيتوا تتبعوني مرحبا بكم، ما تنساوناش بدعوة الخير وجام ولايك، ونتلقاو في فيديو جديد بإذن الله، ونخليكم تستمتعوا بجمال المنظر. أقطن ماهوش خبز، هذا قطن. شوفي 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 ذيك الخفة. وهذه هي، بالصحة والراحة، ونتلقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.